معلش بس هو عشان ماتش امبارح ده عدى كده ما خدش حقه. هو ايه اللي حصل امبارح؟ ايه اللي الاهلي عمله في الزمالك امبارح ده؟ اكثر المتفائلين من الاهلاويه كانوا متوقعين تعادل، المتفائلين قوي 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 يعني قالوا هنكسب، يعني تاريخيا كعب عالي وبتاع وحاجات كده. الزملكاويه كان في ناس هيكسبوا قالوا هنكسب، وفي ناس اتكلمت مع ناس كتير والله قالوا مش مضمونه والماتشات دي غير ومش عارف ايه وبتاع والله اعلم، حتى لو كان مستوى الاهلي وبتاع. ماشي، اولا قبل اي حاجه انا عجبتني قوي الدخلات بتاعت الاهلي وبتاعت الزمالك كانت حلوه جدا ومعبره، كل واحد بيعمل الدخله بيعبر عن دوافعه. الزمالك هوك وشوك وبوك اللي هو الجاك والشوك والحاجات دي وريدي خلاص، اللي هو انا رايح وخلاص، انا هديك القضيه وانهي عليك، جاي لي اصل خلصان فانهي عليك وخلاص، فانت يا باشا مستعد، دوافعه حقه. الاهلي لعب على الروح والحماس وثابت البطل وصالح سليم وال74 وعم حسين، ده مشجع اهلاوي، نروح والحماس الحاجات دي اللي لما بنفقدها بنضيع. انما انا بسال سؤال، ازاي وانا فعلا انا من اسوء حالات ايه؟ انا مفيش والله جاي لك خلصان، انا جاي لك الامل في الدوري راح اسميا يعني راح، واخد 3 من بيراميدز يعني سخنه، لسه 3 سخنه، اللي هو ومعيش باك يمين، الباك اليمين الاساسي مش معايا، مساك اساسي مش معايا، بغض النظر عن المستويات يعني، بس دول الاساسيين اللي بيلعبوا على طول. انزل اديلك 3 صايمه كده؟ لا هو الاهلي اللي حصل، هو بيفوق عليكم فعلا، هو الاهلي بيفوق على الزمالك فعلا مهما كانت الظروف. انت بتاعي يا ابني، انت بقول لك ايه، انت بتاعي، اللي هو فكك انا جامد عليك، خد الدوري بس انا جامد عليك. ماتش غريب، الزمالك كان فايق فيه اول 10 دقايق ربع ساعه، وكان الحمد لله ضيع كام حاجه كده في الاول، وبعدين احنا بقى بدأنا في روح. الماتش ده فيه روح وفيه حماسه وفيه رجوله، الحاجات اللي انا قلت عليها في الفيديو الاخير. الدنيا كانت بنلعب لعب سهل، لعب عادي، بتضغط كويس، بتحين مساحات لبعض، الناس عايزه تلعب، عايزه تعمل حاجه على غير العاده. ماتشات كتير قوي في شويه لعيبه امبارح انا يعني هشيد بيهم بالاسم، بس امبارح بس كانوا حلوين، امبارح بس كان يبقى واضح، بقيه الموسم مفيش. ابتدي بمصطفى شوبير شال ضربه جزاء وشال جون محقق، كان الزمالك هيرجع في النتيجه لولا يعني. عجبني قوي هادي رياض، حته كده من روح الاهلي شويه، عنده دم يعني الراجل، حتى ضربه الجزاء اللي عملها يعني زعل يعني، حسيت انه زعلان مش بيمثل يعني، كان متضايق قوي يعني. اتفاجئت بيكم، اتفاجئت بصراحه، بعد رايي في الناس دي كله معروف يعني، بس بيكم عامل ماتش وهو المفروض اساسا ان هو مساك وبيلعب باك يمين، بصراحه ابهرني. كوكا لعب ماتش حلو، هو كل اللعيبه لعبت ماتش حلو، بس كوكا لعب تحديدا ماتش حلو لدرجه ان هو معتمد جمال كان بيودي بيزير الناحيه الثانيه يلعب على بيكم عشان كوكا رخم، هو دفاعيا رخم، هو ما بيعرفش يهاجم بس دفاعيا هو رخم شويه، فكان كتير كده يقوم لا بيزيرا اسهل لك، روح عدي من بيكم اسهل يعني، وساعات كان بيجي عليه برده، بس هو كوكا لعب ماتش حلو. مروان عطيه كان واكل نص الملعب دي لوحده، حته نص الملعب دي كلها بتاعته، اقطاع وحماس وبتاع لا 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 كان عالمي مروان عطيه. امام لاعب يا جماعه، ده امام عاشور اخيرا افتكر ان هو بيلعب وبيعرف يلعب، فلعب وادى وكان كويس. اخر ربع ساعه طبعا اتمرقع وكان بيلعب على الواقف، بس اجمالا كان كويس. طاهر كان كويس. حسين الشحات كالعاده تخصص الزمالك يعني، يفوق على الزمالك. حسين الشحات من الناس اللي تستاهل تاخد فرص تكمل يعني. تريزيجيه زي ما هو يعني، تريزيجيه ما فيش حاجه اتغيرت، هو نفس اللعب بتاعه يعني، ما خدتش منه جديد يعني. ضيع لي ضربه جزاء كالعاده. بن شرقي ده لعيب انا محتار فيه. وبن شرقي حلو قوي يا وحش قوي، ما عندوش وسط. ووحش قوي دي بيقعد عليها كتير، يقعد لك 6 7 8 ماتشات وحش قوي او عادي يعني، ما تحسوش اللي هو حرام الفلوس اللي دفعت فيك. ماتش واحد حسسك انه عالمي، بيلعب بسهوله ويعني ايه ده. فبن شرقي بالنسبه لي لغز بصراحه، بس هو كان امبارح فظيع جامد جدا. والتغييرات حتى اللي نزلت كانت كويسه. ديانج لما نزل كان كويس جدا، وانبسطت انه خد شارت الكابتن لاول مره يعني. هو كان فاضل ماتشين ويتكل على الله، كويس ان هي جت صدفه كده في تاريخه ان هو لبس شارت الكابتن في ماتش اهلي وزمالك. بس الفريق ككل كان كويس ومسك كوره واتحكم في الماتش، وكان الموضوع سهل. الماتش تحسه سهل، في مساحات، الناس ظهر لبعض وناس بتجري وبتتحرك من غير كوره، مش كل واحد مستني الكوره في رجله. عملنا ماتش يعني غريب. الزمالك ايه بقى؟ هنعمل لك ايه تاني؟ بجد هنعمل لك ايه تاني؟ انا ما بتريقش والله، بس هعمل لك ايه تاني؟ تنزل تاخد 3 من الفرقه دي؟ من مشكله كبيره. وانا قبل كده والله قلت اولا الزمالك مش فريق قوي
كده حتى لو والله حتى لو كان كسب الاهلي وكسب الدوري، انا شايف ان الزمالك مش فريق قوي، سكواد ضعيف عشان في ظروف ماشي كلنا عارفينها، بس هو حتى على مستوى الافراد مش قوي. انت كفريق خلاص مرشح اول الدوري وخلاص، وانا جاي لك خلصان ومهلهل وافوق عليك بديك 3. طب لو انا كده اصلا طول الدوري انت ما كنتش هتشمها، بس يعني مش غلطتك، انت مش غلطتك ان انا وحش، انت استغليت وربنا كرمك فتمام يلا. بس سيناريو عجيب غريب بصراحه، يعني انا الواحد طبعا انبسط، وعلى قد ما انبسط على قد ما زعل، اللي هو ما كان من بدري، وايه اللي جرى اصلا في الماتش ده؟ ليه ما جراش طب الماتش اللي فات على الاقل بتاع بيراميدز يخليني سيكا في المنافسه يعني؟ طب اللي فاتوا اللي قبلهم والنقط اللي ضيعتها والاداء والحاجات اللي تقرف اللي شفناها قبل كده يعني، ايه الفوقه اللي جت النهارده دي يعني في يوم ماتش الزمالك تحديدا يعني؟ الواحد زعل على نفسه، لو انا كنت جامد كده الاول انا كنت خدت الدوري ده مستريح. بس احنا برضو كاهلاويه احنا مش بنفرح عشان مكسب الزمالك بالنسبه لي بطوله، الزمالك عنده الحته دي على فكره، انا كده ما باخدش الدوري فهكسبك، فدي بطوله بالنسبه لي وعيش عليها. يعني عادي حقي افرح، كسبت الزمالك 3-0 الظروف دي، يعني انا بكسب الزمالك كتير عادي 2 و3 و4 و5 و6 حصلت، بس في الظروف دي يعني مخليه الموضوع لا انا مش ما ينفعش اسكت. مبروك للاهلي طبعا والاهلاويه، هارد لك للزمالك، الماتش شكله كده خلاص الدوري رايح له. اتمنى ان دي تبقى بدايه صحوه عشان الموسم الجديد للاهلي، يعني نبني بقى على ده، ادينا مسكنا في حاجه كويسه اهي، اقفش فيها بقى وكمل عليها وابني عشان الموسم الجديد مش هينفع نكمل كده. مبروك للاهلاويه، سلام.